جراهام ارنولد يدخل لمباراه او التصفيه او عفوا للنهائيات كاس العالم، شنو المطلوب من جراهام ارنولد؟ المطلوب استاذ، يعني احنا قلت الواقعيه، احنا لازم نعرف نفسنا ونعرف الفرق اللي راح ننافسها. نعم. اضافه الى يعني رفع حاجز النفسي بالنسبه للاعبين، يعني الضغوط النفسيه شيلها عن اللاعبين، انه انا ما اطالبهم بنتائج بقد ما اطالبهم انه تأدية الواجب اللي يناط من خلال الاسلوب التدريبي، اضافه الى يعني اللاعبين يكون عندهم طموح، يقدمون اعلى شيء بالنسبه لهم، وممكن انه يعني اخرجهم من الضغوط الخسارات. يعني اقول لهم مثلا انتم لعبوا وادوا، انا اريد منكم مستوى فني جيد، والنتيجه تجي تحصيل حاصل، يعني ما طالبهم بالنتائج وممكن اضغط الفريق. عدم المطالبه بالنتائج، لانه تعرف احنا كل نعم المنتخبات أكيد. قويه كابتن، واحنا تجربتنا بكاس العالم ما عندنا تجارب سابقه، احنا من 40 سنه من 86 وهسه دخلنا لكاس العالم. فايضا هاي اكيد. المنتخبات قويه، نحتاج كابتن مثل ما تفضلت، يعني لازم يكون عندنا واقعيه، والغايه من دخولنا للنهائيات وبهاي المجموعه الصعبه. اليوم نتحدث عن النرويج، السنغال، فرنسا. احنا جمهورنا هم نتمنى انه ما يطلب من المنتخب اكثر من طاقته. اليوم خلينا نطلع من هاي المباريات باقل الخسائر، يعني اليوم هو مو هذا المطلوب كابتن حسن؟ هذا صحيح يا استاذ نجاح، يعني انت طالبهم بتقديم مستوى وما طالبهم بالنتائج، وجمهورنا واعي ويعرف المنتخبات قويه ويعرف منتخبنا، فممكن انه انت بس لا تطلع بخسارات قاسيه، بدأ جيد ان تكون انت